من احلى الوصفات في رمضان او غير رمضان صينيه الكوسه بالبشاميل. طبعا دي من احلى الوصفات اللي كلنا بنعشقها وناس كتير قوي بتحبها وبتطلبها كتير. كمان هعملها لكم بطريقه تخلي كمان اطفالنا يحبوها ويحبوا يطلبوها منك كتير من كتر حلاوتها. اللي ما بياكلوش الكوسه هياكلوها بالطريقه الحلوه دي، سهله ولذيذه وطعمها يجنن. شايفين؟ بجد حلوة جدا. هجيبها لكم كده بطريقة مبسطة. اول حاجة كده عندي 2 كيلو من الكوسة بالشكل ده، جبتها يعني وسط، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. اول حاجة كده هبتدي ان انا اخد كوسة بالشكل ده واحدة واحدة. هقطع الراس بتاعتها، وابتدي ان انا اقطع برضو الحتة اللي تحت دي بالشكل ده، وهاخد بقى الكوسة كده بالشكل الطولي اللي انتوا شايفينه ده، وهقطعها نصين. تمام لحد كده سهل جدا. هجيب بقى معلقة، اي معلقة شاي عندكم، هتبتدوا ان انتوا تشيلوا الجزء الوسطاني بالشكل ده، ونحاول نعمل شكل قارب زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. الطريقة سهلة وبسيطة، وبالراحة كده وانتوا بتشيلوا هتعمل لكم الشكل الحلو ده. شايفين؟ هنعمل بقى كل الكوسة بتاعتنا بنفس الشكل، يعني هناخد الواحدة ونقسمها كده بالطول، ونشيل بقى القالب بتاعها دوت. قلت لكم طري جدا وبتشيل بمنتهى السهولة يعني. من كتر، بصوا يعني انا بحاول اهوت اجيب بشكل القارب على قد ما اقدر. طبعا ده المكان بقى اللي احنا هنحشي فيه الكوسة. في ناس طبعا بيفتحوها وبيقوروها وبعد كده يحشوا، اكنهم بيحشوا زي المحشي بالظبط. بس الطريقه دي بجد حلوه قوي، وبتصغر معاكي حجم الكوسه، وبتخلي بقى اللي قدامك يقدر ياكلها. لكن لما تبقى كبيره كده مش هيرضوا ان هم ياكلوها خالص. فالطريقه دي سهله، وبجد اعتمديها لانها هتعجبك قوي، واعمليها بقى في رمضان كده وقولي لي رايك. تابعوا بقى الفيديو للاخر وشوفوا هنعمل الجمال ده ازاي. كده هنخلص بقى كل الكمية بتاعة الكوسة بنفس الطريقة. سهلة جدا اهي. خلصت الكمية كلها، وطبعا قلتلكوا القالب بتاع الكوسة نفسه مش هرميه. ده بقى السر بتاعنا اللي هيخلي لو هتعملي اللحمة مفرومة ربع كيلو بس هيكتر معانا اللحمة. هتشوفوا الطريقة حلوة ازاي وهنعملها مع بعض. اول حاجة كده جبت الصاج بتاعي او الصينية بتاعتي زي ما تحبوا، وهرص عليها الكوسة اللي انا قطعتها بالشكل ده. رصيها بقى زي ما تحبي. عايزين بقى ان انتوا تاخدوا واحده واحده كده وتقلوها في الزيت، بس طبعا بيبقى دسمه قوي وتقيله. فطبعا اللي بيحب الاكلات اللي هي الصحيه هيحب الطريقه دي. دخلتها الفرن، رشيت عليها فلفل اسود وملح، وحطيت شويه زيت بالشكل ده. وهدخلها بقى الفرن عندي تحمر كده من تحت ومن فوق على خفيف، واسيبها بقى تحمر، وابتدي ان انا اقطع قالب الكوسه اللي احنا طلعناه كده منها بالشكل ده. هركنه برضو على جنب، وهجيب بقى ايه الطاسة بتاعتي اللي هعصق فيها اللحمة. دي تاني خطوة معانا. هحط شوية زيت او شوية سمنة زي ما تحبوا. ابتديت ان انا هحط بقى قطع القالب بتاع الكوسة بالشكل ده. هديله بقى تشويحة كده حلوة مع الزيت والسمنة لحد ما ينزل كل ميته. وهنا برضو هحط شوية فلفل اسود وملح كمان، ونسيبه بقى على النار كده شوية لحد اشوفه لما ينزل المية بتاعته. المية دي انا عايزاها ما تبقاش موجودة خالص. نزلت بقى هنا نص كيلو لحمة عشان انا عاملة 2 كيلو كوسة. لو انتوا هتعملوا كيلو كوسة هتستعملوا ربع من اللحمة المفرومة. واللي هيطلع طبعا من الكوسة هيكتر معاكوا العصاج بتاع اللحمة. بجد هيديلها قوام وهيكتر معاكوا الكمية، وغير بقى طعمها الرهيب. هنا حطيت شوية كزبرة ناشفة وبابريكا، كل حاجة معلقة صغيرة. وهنا بصلاية كبيرة مخرطاها كده ناعم جدا بالشكل ده. هرفعها بقى على النار، اقلب فيها كويس جدا لحد ما الكوسة تنزل كل ميتها. ومش عايزة بقى في العصاج بتاع اللحمة ده خالص شوية اي مية. هنزل كمان بطماطماية كبيرة مبشورة بالشكل ده،
واللي هيخلي بقى طعمها في حتة تانية معلقة كده حلوة من الهريسة الحارة دي. انا بعملها في البيت. لو حابين الوصفة هنزلها لكم اسفل الفيديو. عملتها كتير معاكم وبجد طريقتها تحفة وبتقعد معايا بالسنة. هنا بقى الكوسة بتاعتنا كده ابتدت تتحمر في الفرن، نسيبها برضو تحمر شوية كمان. وخلاص بقى هنا اللحمة بتاعتي اتعصجت اهي تماما. طلعت بقى الكوسة، احنا مش عايزينها اكتر من كده لان لسه كمان هدخلها الفرن تدي تحميرة كده بسيطة. نعبي بقى القوالب بتاعتنا ديت اللحمة. شايفين اصلا الكوسة اللي احنا حطيناها جوه اللحمة مش باينة خالص. وبكده الاولاد عندي لو حتى ما كلوش الكوسة اللي هي تحت هياكلوا اللحمة بالكوسة برضو، يعني هندخلها لهم بأي طريقة. هبتدي بقى اعمل البشاميل بتاعي بالشكل ده. حطيت جبت الحلة وحطيت معلقة كبيرة من الزبدة، وعلى قد الزبدة هنحط الدقيق. حطيتي معلقة حطي معلقة، حطيتي معلقتين هتحطي معلقتين، تمام. فكده الدقيق والزبدة مفهوم هيتعمل ازاي. حطيت هنا بقى نص لتر حليب بالشكل ده. بشاميل الكوسة بيبقى سميك شوية، يعني مش بيبقى زي بشاميل المكرونة بالبشاميل. ده بس بيتحط كده على الوش وبيديها كده نكهة زيادة وبيخليها طعمها رهيب. طبعا ما ننساش بقى الفلفل الاسود على البشاميل والملح، ما بحطش اكتر من كده، وشوية جوز الطيب. نبتدي بقى نحط كده نوزع البشاميل بتاعنا كده على وش اللحمة والكوسة. نغلفها بقى كلها بالطريقة دي. طبعا احنا مش عايزينها تتدارى، هي مجرد بس تتحط كده على الوش هتدي نكهة حلوة. اللي ياخد قطعة كوسة هيبقى معاه قطعة بشاميل. وطعمها بقى رهيب، يعني الريحة قلبت البيت. فما تنسوش بقى تعملوا الصينية الحلوة دي في رمضان او على اي سفرة، بجد هتعجبكم قوي وطعمها يجنن. هنحط شوية بقى جبن كده على الوش برضو. انا طبعا سايبه الفرن لسه سخن، فهدخلها بقى كده الفرن بتاعي. تاخد بس تحميرة كده من فوق وبس، خلاص مش هتاخد تلت ساعة بالظبط. وكده الصينية عندنا بقت جاهزة. مش هتحتاج حاجة تاني، مفيش اسهل من كده. وشوفوا بقى الجمال، شايفين؟ خطيرة بجد. وغير بقى الريحة. ناخد بقى القطع كده الكوسة ونقدمها كده في الطبق بتاعنا. عايزين بقى تاكلوها كده جنب رز ابيض براحتكم، عايزين تاكلوها بالعيش برضو براحتكم. وبكده بقى عملنا خدع لاولادنا، هياكلوا الكوسة بطريقة كده يعني محدش يفهمها. ما قلت لكم هياكلوا بقى اللحمة. لو كلوا اللحمة يعني مش مشكلة، كلوا اللحمة والبشاميل كده وسابوا الكوسية الأخيرة دي برضو ما فيش مشكلة. احنا كده كده اصلا حطينا الكوسة جوه اللحمة وهتاكلوها، يعني هتاكلوها. فصدقوني هيحبوها قوي بالطريقة دي وهتعجبهم جدا. فجربيها كده معايا وقولي لي رأيك، بجد حلوة قوي، من احلى الوصفات اللي هتعمليها. وطعمها يجنن. شايفين الكوسة دايبة كده مع البشاميل ومدياني بقى الجمال ده كله. شايفين الجمال؟ حلوة جدا. غير بقى ريحتها اللي بقولكوا قلبت البيت حرفيا. بجد بتمنى تجربوها، وصفة سهلة وبسيطة وطعمها حلو قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد. ومستنية رأيكم وتعليقاتكم الجميلة اللي زي قلوبكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير. باي باي.